بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنة وانتم طيبين. عاملين ايه؟ فيديو صغير كده بقى اخر يوم شعبان. كل سنة وانتم طيبين. حبينا نشعبن زي ما بيقولوا، نعمل غدوة كده نتغدى بقى ايه زي ما بيقولوا. قطعت كده بطاطستين، خرطتهم مكعبات صغيرة، حطيت لهم شوية مية وشوية زيت، شوية كمون وخضرة، ما حطيتش طماطم، ومعلقة شطة على توم كده، شطة مفرومة، هريسة شطة، وشوية ملح، وسبتها تسوت في بعضها. وطبعا الرنجة، لازم ناكل رنجة النهاردة. قطعتها كده ونزلتها في شوية زيت، عشان احنا مش بنحب ناكلها كده زي ما هي جاية كده. بننزلها في الزيت، بتديها طعم حلو مع ليمونية مع قرن فلفل كده. ومش بحب يعني ما حطيتلهاش سلطة ولا عملتها في سلطة، احنا كلناها كده زي ما هي كده. البطاطس استوت، حابين تهرسوها كده بالهراسة ماشي، احنا حبينا نسيبها كده زي ما هي. جيت هنا بقى حتة جبنة بيضة فلاحي، جبنة قريش، على طماطمتين بقى سلطة، على خياراية، على خصاية كابوتشي، على شوية شطة ناشفين، وشوية كمون وشوية زيت، وأحلى طبق سلطة جبنة. شايفين الجمال؟ أكلة كده ايه، أكلة ولوداع يا شعبان. مش أكلة ولوداع، مش لا، أكلة ولوداع يا شعبان. شايفين الجمال؟ تبلتها تتبيلة حلوة، لأن احنا بقى هناكل بعيش كده، فالجو مش سامح طبيخ ولا حاجة النهاردة. وطبعا لسه بقى هنخبز عيش، بس ده في فيديو تاني، عيش السحور ان شاء الله. كل سنة وانتم طيبين. عايزين ناكل عيش سخن كده في السحور، وربنا يا رب يعود عليكم الايام بخير، واللهم بلغنا رمضان. معايا هنا بقى قطعت بصلتين حلوين، لازم مع الرنجة بصل. انا بحب احط لهم ملح كده وافركهم فيهم جامد، عشان احس ان البصلية مملحة. وبروح شطفهم بشوية مية بعد شوية. ادي شطفت، بس لسه طعم الملح في المية. شوية كمون بقى، شوية شطة ناشفين، ليموناية، وسيبيه كده 5 كده بس في شوية المية دول. بصراحة طعم البصل بيبقى جميل. ادي الاكل بتاعنا، خلصنا غدواية خفيفة بس غدواية حلوة. ماشي، جبنا طبعا فلافل، وعندنا خس اخضر. وكل سنة وانتم طيبين. ايه رأيكم في الغدوة بتاعتنا النهاردة؟ ما ينفعش يعدي شعبان من غير ما ناكل الاكلة دي، هتوحشنا بقى طول رمضان، ما فيش رنجة ولا حاجة. كل سنة وانتم طيبين، واللهم تقبل صيامنا وصلاتنا، وكل عام وانتم بخير.